حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. حسام غالي محلل قنوات ام بي سي. أصدق مين فيكم؟ أنا النهاردة مطالبة كجمهور، كواحدة من مشجعين النادي الأهلي، أصدق مين؟ أصدق ده ولا أصدق ده؟ أصدق اللي بياخد القرار ولا أصدق اللي بينتقد القرار؟ أنت النهاردة طالع، أنت حتى امبارح ما كنتش في حاجات أنت مش عارف تقولها، أنت متحفظ عليها. أنت راجل محسوب على النادي الأهلي، محسوب على الإدارة، صانع قرار. اختيار المدرب جزء من قراركم، اختار اللاعبين حتى لو في لجنة هي اللي بتختار، في موافقات من حضراتكم. ازاي اصلا انت تطلع تنتقد لاعب او تنتقد مدرب وترجع تقابله بعد كده؟ هتقابله ازاي وانت راجل بتمثل الاداره؟ اي كلمه بتقولها هي كلام الاداره، المفروض لانك ممثل للاداره. ما ينفعش خالص خالص انك تطلع تنتقد، ولما تطلع تشيد ممكن جدا الناس تاخده على ان ده تطبيل منك للاداره او كده. انت النهارده بتتسال مثلا عن المدرب في حاجه، تقول لا هو كان المفروض يعمل كذا، لا حضرتك تروح تقول له انت كان المفروض يعمله ده في الغرف المغلقه. اللاعب تكلمه في الغرف المغلقه. ما ينفعش حضرتك توجه اي نقد على الشاشه وانت مسؤول في المكان. اخ... يعني اختيارك للظهور في الفتره دي كممثل قنوات او كمحلل لاي قناه ايا كان اسمها، اختيار خطأ جدا، واختيار خطأ وموافقه غلط جدا من الاداره. انا النهارده كجمهور لما تيجي تقول اصل كان المفروض يعمل ما تروح تقول للمدرب، تروح تقول للعيب، بتقول لي انا ليه؟ انا مالي؟ هو انا صاحبه قرار؟ انت صانع قرار. النهارده لما سيد عبد الحفيظ يقول الكلام ده، هو مش محسوب دلوقتي على النادي الاهلي، ما بقاش مدير كوره، ما كانش بيعمل ده وهو مدير كوره. حضرتك النهارده صانع قرار ومسؤول، واللي بيحصل ده انا شايفاه ان هو تهريج، ما ينفعش خالص. انا مش عارفه ازاي اصلا القناه، يعني حتى القناه انت النهارده بتدور على المصداقيه، ما ينفعش تجيب شخص هو المسؤول او صانع قرار تقول له والنبي تعالى انتقد قرارات المدرب وقرارات اللاعب وقرارات الجهاز الفني ما ينفعش خالص. انا شايفه ان ده يعني منتهى عدم المهنيه، وبعيد تماما تماما عن دور اداره النادي الاهلي. مش من النوعيه اللي بتعمل كده. ما بقى عندناش عضو مجلس اداره بيطلع يتكلم في اي حته. انا شايفه ان ده قرار خطأ جدا، واتمنى تفكر فيه يا حسام، وتبقى تختار لا تبقى عضو مجلس الاداره حضرتك، وده انا مش بفرض عليك، بس هو ده الطبيعي. تبقى عضو مجلس الاداره لا حضرتك عندك تشتغل محلل بقى لما خلاص الفتره تنتهي، لكن غير كده ما اعتقدش ابدا ان ده قرار موفق.